السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت معاكي 500 جنيه وعايزة تقضي بيهم اسبوع كامل، يلا كده نشتري فرختين وهنقسمهم كده وهيكفونا ان شاء الله اسبوع كامل، وهديكي افكار جديدة وجميلة وان شاء الله هيقضوا معاكي. ونبدأ كده ونقول بسم الله. وطبعا اول حاجة انت هتروحي عند الفرارجي، هتختاري فرختين كده مليانين عشان يدوكي لحمة كتير، يلا ما تقطعيهم على قطع يدوكي احجام كتيرة ان شاء الله ويدوكي عدد كبير. واول حاجة هنا هنطلعها معانا زي ما انتم شايفين كده الكبد والقوانص. الكبد والقوانص دي بعد ما غسلنا طبعا الفراخ بتاعتنا وصفيناها ونضفناها، هنبدأ بأول حاجة الكبد والقوانص. الكبد والقوانص ممكن تعمليها مع لسان عصفور، مع حبة مكرونة محمرين كده، أو حبة مكرونة بالصلصة اللي هي المبكبكة اللي بيقولوا عليها. تحمري المكرونة وترشيها كده بحبة صلصة وتحطي معاهم حبة الكبد والقوانص، أو تحمريهم كده جنب حبة مكرونة محمرين حسب ما تحبي، أو تحمري حبة لسان عصفور وجنبهم حبة شوربة. احنا طبعا بنشيل الرقب كده، بنشيل الرقب ده بنسلقه كده، وتحطي في الشوربة بتاعته بصلاية وجزراية وطماطماية، وتعملي أحلى شوربة كده، تعملي بيها لسان عصفور، تعملي بيها محشي، تعملي بيها كل اللي انت عايزاه. حبة شوربة كده ينفعوكي وقت ما تحتاجيهم ان شاء الله، ما يبقاش عندك لحوم تطلعي تعملي حبة شوربة. وممكن تعملي بيهم حبة شوربة وحبة رز جنبهم وحبة عيش كده، ويبقى فتة كده للأطفال ياكلوها رز وشوربة وعيش، وتبقي قضيتي اليوم بحبة الرقب دول. وطبعا احنا قلنا الكبد والقوانص ليهم افكار كتيرة، ممكن تحمريهم وتعملي جنبهم حبة بطاطس كده محمرين، وبرضه ممكن يقضوا اليوم معاكي حبة مكرونة سباكيتي، حبة مكرونة قلم وعليهم حبة صلصة. ممكن تفرميهم كده في الكبة وتعمليهم كفتة. في ناس بتفرم القوانص بتبقى زي اللحمة الجملي، بيفرموها يحطوا عليها حبة رز وحبة خضرة، وطبعا الكبة بتاعتك فرميها فرمة محترمة وهتطلع لك حبة كفتة محترمين. لو انت حابة من الناس اللي ممكن تعملها كفتة، لو انت مش من الناس اللي ممكن تعملها كفتة فخلاص يبقى خلينا كده ممكن نعملهم بصلصة جنبهم حبة رز. برضو دي أفكار تانية للكبد والقوانص. نيجي لتاني حاجة هنا، وزي ما انتوا شايفين كده احنا عندنا هنا طبعا كل فرخة ليها الوركين. احنا قطعنا الوركين طبعا، ادي الدبوس وادي الورك كده. قطعنا خدنا ادي ورك اتنين، وادي الدبوس واربع دبابيس زي ما انتوا شايفين كده، واحد اتنين تلاتة اربعة. فدي كده 6 اشخاص. برضو ممكن تعملي الوجبة دي، انا بحب اعملها لهم كنتاكي. الدبابيس بالذات بتبقى تحفة في الكنتاكي. هتسلقيهم وتعمليهم كده مع زي ما انتم شايفين دي كلها كده دبابيس. هتسلقيهم وتعمليهم مع حبة رز اصفر، حبة رز مبهر كده، وهيبقى عندك يوم كده. او ممكن تسلقيهم وتعملي حبة رز بالشعرية وملوخية حسب ما تحبي. كده يبقى احنا عملنا ادي يوم اتنين تلاتة. وزي ما انتم شايفين كده باقي الفرخة، طبعا الفرخة مش ليها وراك بس، لا وليها اجنحة طبعا زي ما انتم شايفين 4 اجنحة معانا. ومعانا هنا باقي الورك، وادي ورك كمان اهو. فالاربعه دول انا بحب اعمل بالاجنحه طبعا صينيه بطاطس تحفه ان شاء الله. اضربي بصلايه طماطمايه فلفلايه وتبليهم كده، وقطعي جنبهم حبه بطاطس وانزلي عليهم بحبه صلصه ومعلقه سمنه. هتلاقي نفسك عملتي وجبه، وجنبهم حبه رز بالشعريه. هتلاقي نفسك عملتي لهم وجبه كامله متكامله، واكلوا لحوم طبعا. يبقى كده معانا 4 ايام، وصينيه البطاطس كله بيحبها، وحبة الرز المبهر طبعا كله بيحبه. لو مش بيحبوا الرز المبهر اعملوهم حبة رز بالشعرية طبعا جنب البطاطس، او رز بالشعرية جنب الدبابيس، وحبة ملوخية كده لو عندك ملوخية مفرزاها في الفريزر، او حبة ملوخية ناشفين موجودين عندك في البيت. اتصرفي كده ودبري ان شاء الله، وهنكمل الاسبوع مع بعض بالفرختين. وتاني حاجة معانا طبعا احنا بنقطع الجناح، والحتة اللي بتبقى تحت الجناح زي ما انتم شايفين كده كلها لحوم كده ومليانة لحوم. القطعة دي حابة تعمليها شيش طاووق، انا ساعات كتيرة بخزنها بشيلها مرة على مرة في الفريزر، بتكمل لي حبة حلوين كده يكفوني اكلة شيش طاووق. الاطفال زي ما انتم عارفين بيحبوا الاكلات اللي من بره، فطبعا يوم خضار ويوم مكرونة يوم شيش طاووق يوم كفتة حسب اللي موجود عندك، يوم كبد وقوانص اقصد.
فزي ما انتم شايفين انا باخد الحتة اللي تحت الجناح دي كلها لحوم زي ما انتم شايفين. لو حابة تعمليها شيش طاووق برضو تمام. حابة لو انت مش حابة تعملي شيش طاووق، طبعا احنا هنقطعها مربعات ونتبلها ونشيلها كده، وقت ما تحتاجيها تطلعيها وتحطيها في الاسياخ الخشب وتبقى عندك شيش طاووق تحفة. لو مش حابة تعملي شيش طاووق ممكن تعملي كفتة الفراخ والصدر ده، الصدرين قصدي بتوع الفرخة دول اللي بيبقوا تحت الجناح، هيكفوا العيلة كاملة تعملي منها كفتة. وان شاء الله هنعملها مع بعض. احنا عملنا الشيش طاووق قبل كده، وان شاء الله هنزل لكم خلطة الكفتة بتاعة الفراخ تحفة ان شاء الله هتعجبكم. ويبقى كده معانا ادي يوم 2 3 4 5 5 ايام فراخ من فرختين. هتقولي طيب فاضل يومين في الاسبوع او 3، هقول لكم هنعمل فيه ايه ان شاء الله. وادي معانا الصدر الكامل زي ما انتم شايفين. هنعمل فيه ايه؟ هناخد الصدور اللي هي الكبيرة اكبر صدرين عندك. الصدر ده ممكن تطلعيه 3 قطع بانيه. فلما انت هتاخدي صدرين كده هتعمليهم 6 قطع بانيه، هتعمليهم شرايح طبعا وهم مجمدين. بعد ما تشيليهم في الفريزر هتيجي بالسكينة كده وتقطعي شريحة شريحة، ممكن يطلعوا معاكي 3. وممكن لو انت حباها السمك تقيل هتعمليها 2، بس احنا طبعا بنتكلم على 6 افراد. فهناخد الصدرين دول هنعمل بيهم 6 قطع بانيه ان شاء الله، وهيكفونا كده يوم. يبقى كده عندنا ادي يومين 4 5، ادي سادس يوم. طيب سابع يوم هنعمل فيه ايه؟ موجود عندنا صدرين كمان للفرخة. انا ساعات بحب كده طبعا هتشيلي من هنا بعد ما تفرزيها طبعا عشان يبقى العظم يتشال معاكي بسهولة. هتشدي من هنا كده وهيطلع لك اللحمة مخلية، لحمة الفراخ مخلية كده بيضة. هتجيبي الكبة وتفرميها كده في الكبة ونعمل بيها احلى نجرسكو او احلى مكرونه بشاميل حسب ما تسميها بالفراخ طبعا. وانا عملتها قبل كده معاكم، وان شاء الله تابعوني طول الاسبوع ده. هنعمل اكلات جميله ولذيذه، من اكلات جميله من طبعا فرختين بس زي ما انتم شايفين قسمناهم تقسيمه. ادي يومين، يوم للمكرونه بشاميل زي ما اتفقنا، ويوم بانيه، ويوم ده كفته او شيش طاووق. والكبد والقوانص طبعا هتعمليها جنب اي حاجه كده، مكرونه لسان عصفور زي ما اتفقنا. الرقب ده هنعمل بيه شوربه. اللي حابه تعملي محشي، حابه تعملي حبه بتنجان وحبه فلفل وتحشيهم وحبه ورق عنب، وتروحي عامله الشوربه بتاعت الرقب كده وتحطي عليهم، يبقى انت اكلتي وجبه كامله فيها شوربه وفيها دسم كده جميله. وطبعا احنا عارفين فوائد شوربه الفراخ. وطبعا زي ما انتوا قلتوا ادي يوم تاني ويوم تاني، يبقى احنا كده كملنا الاسبوع بتاعنا من غير ما ناكل اي حاجة شعبية. ولو حبيتي انت الايام دي تقسميها يوم ويوم يبقى ممكن تكملي معاكي اسبوعين. هتاخدي مثلا يوم تعملي فيه الفراخ، ويوم تعملي اكلة شعبية، ممكن عدس، ممكن مسقعة، ممكن محشي، حسب. لو انت عايزة تقسمي الفرختين دول على اسبوعين يبقى هتمشي يوم فراخ ويوم شعبي، يوم فراخ ويوم شعبي. ويبقى احنا كده استفدنا بالفرختين بتوعنا، وال 500 جنيه قضونا طول الاسبوع. للي الناس بتشتكي لغلاء الأسعار، طبعا احنا عارفين كل حاجة غالية، بس احنا بنحاول مع بعض ندي أفكار ونستفاد من بعض. وإن شاء الله هتابعوني كده طول الأسبوع، وإن شاء الله نستفاد من بعض ونعمل أكلات. أنا هدف القناة بتاعتي في ستات كتيرة بتحتار هتعمل إيه أكل النهاردة، وتتخانق مع جوازاتها يلا هنطبخ إيه هنعمل إيه، وتبقى محتارة وتشيل هم إن هي تطبخ إيه وتتخانق. فعشان كده أنا عملت الفيديو ده عشان أديكم أفكار. والقناة بتاعتي هدفها إن أنا مخليكيش تفكري هتعملي إيه أكل. أنا هعمل أكل النهاردة وإنتي نفذيه تاني يوم، ويبقى كده ما شلتيش هم الأكل. وأنا إن شاء الله هدبرلك كده معايا الشهر تاكلي أكلات مختلفة، وفي نفس الوقت حاجات على قد الإيد. وأهم حاجة عشان نوفر طبعا ما نعملش خضار كتير، ما نهدرش من الخضار ونرميه، ما نعملش كمية رز كبيرة ونرميها، نعمل على قد العدد اللي هياكل، بحيث ان كل واحد ياخد حبة رز حبة خضار وعيش طبعا جنبهم، حبة سلطة كده، تحبشي القعدة هتلاقي نفسك اكلتي وشبعتي لحوم وخضار ورز، وفي نفس الوقت حاجة قليلة. عشان السمنة طبعا المفرطة بتجيب امراض السكر وامراض كتيرة. فاحنا هنمشي على قدنا وفي نفس الوقت هناكل، مش هنحرم نفسنا. وده كان هدف فيديو النهاردة. يلا كده لو عجبتك افكار النهاردة وفيديو النهاردة وتقسيمة فراخ النهاردة من فرختين زي ما انتم شايفين عملنا 7 ايام، يلا كده ما تحرمنيش من اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة، واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله. وسلام عليكم.